إذا لبثوا بهذه العرش سبيلا سبحانه تعالى أما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالله حجابا وستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا تذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يسمعون به إذ يستمعون إليك وإذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك لما قال أضلوا فلا يهتدون سبيلا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر بصدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينقلون إليك رؤوسهم ويقولون متيه ويأتي أن يكون قريبا يوم يدعوكم تستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل عبادي يقولون التي هي أحسن إن الشيطان يضرب بينكم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قلوب الذين زعموا بذلهم ولا يملكون كشف الضر عنكم ولا جاءوا إلى أولئك الذين أيهم قالوا ويرون وكبنا عذاب إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا لنملكها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا كان ذلك بالكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بآية إلا كذب بالحال الأول وآتينا ثمودنا فكتبوا سرا فظلموا بها وما نرسل بآية إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك علينا وما جعلنا رؤيا لهم علينا إلا فتنة للناس والشياطين ربك وجدهم من الأولى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال اسجدوا لما قدر ألا رأيتك إذا ولدوا قال رأيتك لم يكن يسجدوا لآدم إلا إبليس قال فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منه بصوتك وأجلب عليه كيدك ورجلك وشاركهم إلى أموال والأولاد وبينهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يجزي لكم الفلك بالماء دل من تتقون إلا إياه فلما نجيكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدون لكم وكيلا أفأمنتم أن يعيدكم فيه تغرقون ثم نرد لكم إلى غيرها ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وعدناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم لا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليستكبرون وإن كادوا ليستكبرون وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وحملناهم على كثير ممن خلقناه تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم ومن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو بالآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا ليستكبرون أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غروبها وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد
تدري قابلة لك أسي أني بحسك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل منه غيظا وشفاء ولا يزيد الظالمين إلا كفارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ولئيم جانبين وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وإن شئنا لنذهبن الذي أوحينا إليك ثم لا تأتي لك به إلا وتبنا إلا رحمة من ربك إن بدله كان عليك كبيرا قل إن جمعت الإنس والجن ألا أن يأتوا بمثله هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفرا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسافا لو جادل بالله والملائكة جميعا أو يكون لك بيت من زخرف لو ترقي بالسماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا من أجر نمشاد قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أما أرسل لا بشرا رسولا ولو كان بالنار ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء فذكر رسولا وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله هو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خابت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عندما ورفضنا لمبعوثون خلقا جديدا أو لم يرى وإن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون كبائن رحمة ربي إذا لعن سقط خشية الإنفاق وكان الإنسان كفورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم وقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعدهم لبني إسرائيل اذكروا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بنبيها وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلنا إلا مبشرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنون إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون إن الغدر لنقول ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم قل الله أعوذ الرحمن أيما تدعوا فله تسمع الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تكبر فيها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سورة الكافر هي 800 وخمس آيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ولهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقي نفسك على آثارهم